لن تصدق جنون وبكاء الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي بعد فوز المغرب رسميا بتنظيم كأس العالم، أكبر تظاهرة رياضية في التاريخ، حيث خرج المعلق الرياضي الشهير في صفحته على الفيسبوك بتصريح قلب مواقع التواصل الاجتماعي. وبدل أن يهنئ الدراجي المغرب، خرج بتلميحات على أن تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 مجرد مجاملة وإرضاء لهذه الدول على حد تعبيره، وليس البنية التحتية والفنادق والطرق كما اتفق الجميع، بل إن حفيظ دراجي شبه كأس العالم بأنه كان ورطة للفيفا، وإن إعطاءه التنظيم للملف الثلاثي هو مجرد مخرج من هذه الورطة، وإن دل شيء على هذا الكلام فهو يدل على بكاء وقهر المعلق الرياضي الشهير حفيظ بعد نجاح المغرب بتنظيم هذه التظاهرة التاريخية في المغرب. على العموم، مليون مبروك للمغرب، شرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية، ولا عزاء للحاقدين، فكما يقال: كثرة الحساد تعني كثرة النجاح، فاللهم كثر حسادنا وكفنا شرهم. وأمنيتنا الآن هي أن ينظم المغرب بطولة عالمية لا يكررها التاريخ، والجميع طبعا يعرف قدرة المغرب على فعل هذا بطبيعة الحال، بالتعاون مع الجيران الحقيقيين إسبانيا والبرتغال، وكل التوفيق.